ومع هاد نغمات الطبيعة كنقول لكم مرحبا بكم في قناة ديالي مع فيديو جديد. كنتمنى تكونوا على خير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الاكلة المشهورة في ايامات البرد والشتاء اللي هي البصارة. غنشوفوها بالطريقة ديالي او باللمسة ديالي. كنتمنى تعجبكم الوصفة ونكون خفيفة عليكم في هذا الفيديو ان شاء الله. اذا نبداو على بركة الله ونشوفوا الطريقة ونشوفوا المقادير والطريقة. اذا كان ناخذ نفس الكميه ديال الفول بحال الجلبان. كنغسلهم مزيان وكنخليهم يترقدوا ليله كامله يبقاو في الماء. اذا واحد عاقله واحد 6 سوايع. من بعد كنحتاج عاوتاني 2 بصلات يكونوا حمرين، من الاحسن يكونوا حمرين. ثومه شحال ما بغيتو، انا هنا استعملت 6 ديال الدروس. وكنحتاجوا الملحه، شويه سكينجبير كميه قليله، والخرقوم فقط. هادشي كندير. الابزار ما كنديروش، والكمون كنخليه حتى الاخر حتى كنطحنها عاد كندير الكمون، حيت لان الكمون الا درتيه يقدر شويه يحررها. اذا تنبداو على بركه الله. انا عبرت هنا بواحد الكاس، هو اللي عبرت به الكميه ديال الفول والكميه ديال الجلبانه. كنضيفوا البصله، كنضيفوا التوابل، كنضيفوا الثومه، وكنديروا الماء سخون حتى كيغطي لينا داك العناصر كلهم اللي عندنا. كنديروها فوق البوطه. هي حاجه وحده ما كنسدوش عليها. واخا الكوكوط انا ما غنسدش عليها، انا كندير لها علاقه ديال الطاجين وكنخليها متنفس شي شويه وكتطيب على المهل. منين كنديروها فوق البوطه وكتبات هذيك الكشكوشه البيضاء اللي كترنا في الاول كنزولوها، كنحيدوها، ما كنخليوهاش وصافي. وكنخليوها مره كنطلعوا عليها وكنحركوها حتى كيبان لنا بان العناصر كاملين طابوا صافي. كنبقاو نحركو. كاين الناس اللي كيفضلوا انهم ما يطحنوهاش، كيبقاو غير ملي كيشوفوها طابت كيبقاو غير كيحركو حتى العناصر بحال كتمعس ولا كطحن. وكاين اللي كيطحنها. انا في الكوكوط او في الطنجره ما كنغطيهاش بالغطا ديالها، كنغطيها بالغطا ديال الطاجين، فكنخليها شويه محلوله من الجنب وعافيه مهيله. هادشي من بعد ما كتبدا تغلى ونحيدو ديك الكشكوشه كنقص العافيه وكنخليها. هنا العناصر بداو كيطيبوا ليا، غنزيدها واحد شي شويه حتى تنحس بهم صافي طابوا مزيان. من بعد غادي ندوز نطحنها. انا ما غاديش نبقى نحركها يعني نمسها بيدي، لا، لان عندي البصله، عندي البصله طرفه كبارين ما غاديش تماس ليا. اذا غادي نطحن كلشي هنايا. من بعد ما غادي نطحن كنضيف الكمون وزيت البلديه وكنعاود نطحنها وكنردها عاوتاني واحد شويه فوق البوطه غير بحال تجيب الغليه من جديد صافي. وكنقدمها ملي كندير الزيت في المره الاولى اللي هي هذه ما كنكثرش بزاف. انا كيعجبني الزيت ملي كتكون صافي طابت وقدمتها كنكثر الزيت ديك الساعه. كاين اللي كيفضلها بهذا القوام كتكون شي شويه سائله، وكاين اللي كيبغيها تتعقد. فعلى حسب شنو بغيتي ديك الساعه كتقدمها بالطريقه او القوام اللي بغيتي. صدقوني كتجي زوينه بزاف بداك الاضافه ديال البصله، كتجي رائعه، مذاق خيالي. حقا هي دواء البرد صراحه. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتحاولوا تطبقوا الوصفه، وكنتسنى دائما تعليقكم وانتقاداتكم البناءه باش تشجعوني باش نزيد نعطي اكثر. الى فيديو اخر ان شاء الله. خليت لكم لهنا وراحه البال. الى اللقاء.